دعم الأهل ده حاجة يعني عايزة أقولك إنها physically بتقلل الوجع حقيقي. يعني أنا قلت لك إن أنا انفصلت. أنا الفترة الأخيرة من حياتي كانت أعراضي صعبة قوي. يعني مع إن أنا يعني جسديا المرض عندي ما تطورش خالص، أشعاتي سليمة الجزء النفسي أنا بحس بطنط رحم المواجهة دي مرض بيزيد في الزيطة. أي مشكلة في جسمك حاجة هو بيحب يجود. أنا موجود. جالك دور برد هتلاقي وجع البيريد زايد قوي، جالك أي مشكلة شوية ستريس في الشغل هتلاقي وجع بيزيد. فلما أنا في إنجلترا هو كان أهلي، يعني هو أنا وهو بس، أهلنا كلنا في مصر. فلما ابتدت علاقتنا إنها تبقى سيئة تعبتي أكتر. تعبت قوي. ومجرد ما نزلت مصر والموضوع انتهى بشكل نهائي، على قد موضوع الطلاق ده حاجة صعبة جدا ومتعبة نفسيا، بس بعدها والله بجد صحتي كلها اتحسنت. الدعم النفسي مهم بطريقة يعني ما أقدرش I cannot emphasize it enough. بجد مهم جدا الناس اللي حواليك يبقى فاهمين اللي عندك ده طبيعته ايه، وان اللي عندك ده اسمه مرض حميد، بس هو مش حميد بطريقة ان هو عادية. هو مش عادي، هو مرض مزمن ملوش علاج نهائي. فلما الناس حواليك تكون فاهمة ده وفعلا بيقدروا ده، يعني انا لما مثلا اكون خارجه مع مامي وتقول لي انت كويسه، اقول لها لا يا ماما الصراحه بقى دايسه على نفسي قوي، لو خرجت النهارده تقول لي طز مش مهم. عادي. مش مهم خالص، ما فيش البريشر اللي هو بتاع انت بتمثلي، انت مش عايزه تخرجي معايا، انت مش عارف ايه. الكلام ده بيجرح جدا. والعكس بقى لما الشخص ده بحس ان هو متفهم او عايز اعيط، بجد شكرا.